أهلا بكم مشاهدينا في النهارده فعاليات يوم أنا الممكن التصفية الثانية للألعاب الذهنية في القاهرة. انتظرونا لقاءات مع لجنة التحكيم وفريق التنظيم وأولياء الأمور. معانا أستاذ محمد عشري رئيس كيان الشباب قوة المستقبل. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تعرفنا كيان الفكرة جت ازاي وهما يعني ايه اللي بيعملوه علشان يقدروا يوصلوا للتنظيم الكويس ده؟ هي الفكره جت من مجموعه شباب، ان احنا نعمل كيان شبابي نقدر من خلاله ان احنا نفيد اكبر قدر من زمايلنا وغير زمايلنا. فبدات ان احنا جبنا موافقات من مؤسسه القاهره للعلوم الاداريه والتنميه ان احنا نعمل كيان شبابي نقدر ان احنا نخدم بيه الشباب عن طريق تقديم دورات، تقديم كورسات، معسكرات، احتكاكات بين الشباب وبعض على مستوى المحافظات. الفكرة كانت كويسة ولقت إقبال كبير جدا، وحاليا موجودين في المؤسسة، موجودين بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مجتمع مدني، وحاليا إن شاء الله بنتبع وزارة الشباب والرياضة الفترة الجاية. ده دورنا بحيث إن احنا نقدر نوصل للشباب على مستوى مراكز الشباب، وإن احنا عملنا ملتقيات في المعاهد، وهنبدأ إن احنا ننسق حاجات زي كده في المعاهد والجامعات بحيث إن احنا نبقى مستهدفين فئة الشباب في الجامعات، طلاب الجامعات والمعاهد، وفئة الأطفال أو الشباب اللي موجودين إعدادي أو ابتدائي أو ثانوي موجودين في مراكز الشباب. فده دور مهم جدا، دورنا الفترة اللي جاية، وطبعا دور القيادة السياسية بتوجيه الدعم للشباب. رئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. فاحنا ان شاء الله شغالين جدا الفترة الجاية على الشباب، وان الشباب يكون لهم دور فعلا قيادي داخل الدولة بالتزامن مع التنمية المستدامة وتنمية مصر 2030 إن شاء الله. وفي أقرب فرصة يكون في حاجات كتير ومشاريع للشباب على مستوى محافظات الجمهورية كلها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بدعمها، وطبعا بالتنسيق مع كل مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. بنشكر حضرتك جدا وبنشكر فريق التنظيم على التنظيم الجميل دوت. شكرا لحضرتك. العفو، تحت امرك، ودي اقل حاجه احنا ممكن نقدمها. وانا كمان بشكر فريق التنظيم ودورهم ان هم في اي حاجه بيبقوا متواجدين في ظهري بقوه كبيره، وان شاء الله القادم افضل للجميع ونكون فعلا سفراء لبلدنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك. معانا مصطفى لطفي عضو لجنة التنظيم في كيان. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا ازاي دخلت كيان واشمعنى المنظمة دي اللي اخترتها عشان تدخل فيها؟ تمام جدا. هو يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحفز الفترة اللي فاتت دي ان احنا الشباب لازم تكون بتنمي نفسها اكتر، مش تقتصر على التعليم وخلاص. فبدأت الكيانات الشبابية تنتشر بشكل كبير، والاتحادات بره الجامعة وداخل الجامعة. فانا من حبي في التنظيم وهكذا بدات ان انا ابحث عن الكيانات اللي موجوده، ايه اللي اقدر اكون بشترك فيه عشان خاطر ابدا اكون بنظم احداث وفعاليات تاهلني لسوق العمل بشكل كبير، وتزود لي في شخصيتي ثقه بالنفس وحاجات كتير جدا جدا كل الشباب محتاجاها حاليا عشان خاطر تكون بتاهل لسوق العمل بشكل كبير. فعلاقات واصدقاء ليا كانوا مقدمين في كيان الشباب قوة المستقبل، ومعرفتي باستاذ محمد عاشر رئيس الكيان بدات ان انا اكون بقدم على الفورم، وبالفعل عملت الانترفيو، اتقابلت في لجنه التنظيم، وحدث ان احنا نظمنا اكتر من فعاليه ونظمنا اكتر من ملتقى. والنهارده الحمد لله في تنظيم البطوله شكل مشرف جدا جدا، واطفال الله اكبر عليهم بجد. فباذن الله كده الفتره اللي جايه نكون بننظم حاجات اكتر، ونكون بنطلع ببلدنا لمستوى افضل وارقى بشكل كبير. تمام. حابب ان انت بعد كده في المستقبل ان شاء الله تشوفوا ولادك يوصلوا للمرحله ديت وياخدوا لقب العبقري او العباقره؟ اكيد طبعا. الشباب النهارده والاطفال الصغيره وانا بنظم يعني كانوا مفرحيني جدا من قلبي بجد. اطفال 6 سنين و7 سنين و10 سنين بيحلوا مسائل حسابيه بسرعه درجه ذكاء عاليه، خلت الواحد يكون واقف فرحان وهو بينظم. اول مره اكون بنظم حدث وواقف مبسوط من قلبي بجد. يعني الاحداث اللي بنظمها بتبقى احداث سياسيه، احداث كبيره، حاجه لها علاقه بالامن والانترنت وهكذا، ولكن اول مره انظم حدث طفولي هكذا. ففكره ان احنا نهتم بالنشر، فاتمنى بجد ان انا اطفالي يكونوا بيطلعوا كده باذن الله يعني، ويكونوا من العباقره ويتقال عليهم لقب العبقري او الفذ باذن الله يعني. ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا جدا ليك. معانا اسماعيل من احدى المنظمين في الاتحاد النهارده. اهلا وسهلا بيك يا اسماعيل. اهلا وسهلا بحضرتك.
بتستغرقوا وقت قد ايه في تنظيم الحفلة او المسابقة النهاردة؟ بالنسبة للوقت احنا يعني من قبلها بفترة مثلا لما بنتبلغ انه في مثلا حفلة او في مسابقة او ايا كان، بننظم نفسنا، بنرتبها مع بعض، كل واحد يبقى عارف هو هيعمل ايه، او وبنروح مثلا عارفين المكان فين والكلام ده، بنعمل معاينة على المكان، وكل واحد يبقى عارف نفسه هيقف فين، وفي قائد بيبقى تمام بيبلغ كل واحد انت هتروح تقف في المكان الفلاني، انت هتقف كذا، انت هتقف كذا. والمكان اللي هيتبلغ به الشخص ده بيبقى هو حريص ان هو على الوقت بتاعه، على مكانه، انه ما يتحركش منه، ويبقى محافظ على الناس اللي موجودة في خلال القاعة او في المكان بتاع المسابقة ايضا. تمام. ازاي بتقدروا تصبروا اولياء الامور لما تلاقيهم ان هم مثلا متوترين او متشتتين وخايفين على اولادهم؟ احنا بنخليهم هم يشجعوا نفسهم ويشجعوا الاطفال دي اصلا، بنقول لهم يعني انتوا لما تتوتروا الاطفال دي هتتوتر اكتر، فاحنا بنحاول نصبرهم، بنحاول نشجعهم ونشجع الاطفال دول معاهم ايضا، علشان هم احنا لو قعدوا متوترين اما الاطفال دي هتتوتر اكتر ومش هيعرفوا يعملوا اي حاجة. تمام. بشكرك جدا وبشكركم على التنظيم الجميل بتاعكم وشكرا لك. شكرا يا حبيبي.